ارفعها ويطلع لي واحد منهم. اليوم انا بجراج حويدر الحقيقي، هسه راح اشوفكم الطريق اللي جيت بيه وشلون وصلت. انت رايح جراج حويدر، دير بالك منه، دير بالك. شنو القاع من ورا الزنجار صار وارتقالي عبقى استراليا. جيت من هذا الشارع وراح ادخل منه، قالوا لي هو يصير على اليمنى. طبعا هناك كل الدربونه شغلهم بالسكراب والحديد الثقيل. ابتعد من جراج حويدر لان جراج حويدر خطر. هذا اصغر برغي شفته هناك. هاي سفرنجات، هاي الدربونه اللي هو موجود بيها ذاك وانا بالاخير. روح تلقى قدامك باب زرقاء كبيره، هو اللي قالوا عليه باب زرقاء طويل، تروح هناك وتلقاه. حاليا الباب رصاصي. هو من قبل بالاصل اسمه جراج الحاج ابو ياسين، بس على مود المسلسل مال عالم الست وهيبه اللي طلعت بال97 كان اسمه بالمسلسل جراج حويدر ابو جمره. من اشهر الاماكن اللي انعرفت بهذا المكان هي هاي الحفره اللي اندفنوا بها هواي، مثل ابو جمره، مثل هذا خفتنا، كلهم موجودين بالمسلسل جوا هاي. يعني تصدقون حتى انا خايف، هي مسلسل بس خايف ارفعها ويطلع لي واحد منهم. يعني من قد ما ترسخت بعقول العالم، يعني قمنا نتخيل انه هاي الاحداث صارت هي صدق. وينك ابو جمره؟ ابو جمره كانت بوقتها لقطه رعب، من رفعوا هاي ولقوهم متمددين بيها، فكانت العالم حلمتها ترى بالمسلسل بال97 بوقتها. ابو جمره اخفتنا، ما كلهم نايمين هنا أنا بعد. وبعد من اشهر الاماكن اللي موجوده بهذا الجراج هي هاي الغرفه اللي كانوا يمثلون بها هواي لقطات، وكان بطل المسلسل كل سوالفه المكسره هنا. هذا المكان اللي كان بيه بطل المسلسل وعلاء صاحبه هنا، تشوف المكان بعده نفس شكله، اذا مو احلى بشويه. هواي منكم راح يتذكر المسلسل بال97. بعد من ضمن الشغلات المشهوره هنا هي هاي الباب، كانت الدخول الطب والطلعه كلها من هاي الباب. فمن هنا من اجى الفنان الله يرحمه مكي عواد، دخل وكان يتهدد يريد يوصل لهم جوا، وقتها دخل من هاي الباب وهنا شبع كتل. حتى هاي العربانه طلعت بالمسلسل من البطل، شمرها على وفيس شمر الليالي جوا، دا يفزز بيها. يعني ماكو هيك مسلسله كل تفصيله بيها راسخه بعقول العراقيين. حاليا هذا المكان رجع للترند، وهو السبب لعبه العراق والاردن اللي راح تصير بالبصره. شبهوا ملعب البصره بجراج حويدر على اساس ان هذا المكان اللي طبله صعب يطلع وهو منتصر. بس ان شاء الله لعبتنا ويا الاردن راح تصير لعبه سهله، وبالنسبه للجمهور الاردني هم اخوان لنا، وان شاء الله الفوز للعراق.